عايز اتكلم على موضوع انا نفسي مش فاهمه. انا ايه بتكلم بفكر بصوت عالي يمكن انا نفسي افهم. آه في ناس كتير شايفة ان معظم الرجالة ان هم اجريسيف، ان هم عنيفين والرجالة قاهرين الستات ومش عارف ايه وبتاع. ماشي في الكلام ده، وفي احنا اتربينا على على تفكير غلط او الذكورة السامة، ان الراجل اللي لازم يبقى ابو العضلات وابو المعرفش ايه وسي السيد والكلام ده، في حين ان حتى الفيلم بتاع سي السيد كانت هي الست اللي ماشياه بالمانيبيوليشن، بالتلاعب، بالذنب، وان هي الضحيه والمسكينه، وان ابوكم مفتري وبتاع. بس anyway حط الموضوع ده على جنب، مش ده الموضوع اللي انا بتكلم فيه. اللي انا بتكلم فيه ان الرجاله دلوقتي اصبحوا ضحايا اكتر من الستات. ازاي؟ في الحلقه بتاعت في البرنامج بتاع بيت مدى الموسم التاني بتاع الفكر، في حلقه اسمها الادوار، ان كل واحد بيلعب دور في ادوار بتتلعب نفسيه. دي بتبقى حاجه مش صحيه، ده مش حقيقي، ده مش انا، ده مش محمد اللي بجد اللي في العلاقه، ده الدور اللي اتحط عليا او اللي انا لابسه في العلاقه. ف ف ف ف ف فبتعامل من هذا المنطلق، من هذا الدور، وبيبقى الداينامكس بتبوظ في الاخر بسرعه كده. في دور ان حد بيلعب دور الجلاد، انه بيقعد ينتقد وبيقعد يصلح وبيقعد يأنب، وانتي وانت وانتي وانت مش عارف ايه وبتاع. ده بيبقى شخصية عنيفة وبيأذي اللي قدامه. في دور الضحية، ان انا المسكينة وانا المسكين انقذني وانت البطل بتاعي، وانت هتلعب لي دور الاب اللي انا ما عشتهوش ومش عارف ايه والكلام ده كله. وفي دور المنقذ، ان انا البطل اللي هاجي انقذها وهنقذه من الوحل المشاعر اللي هو فيه وبتاع. وموست بروبلي ده بينتهي في الاخر انه بيبقى الجلاد. فدي كلها انماط علاقه مش صحيه ومش سويه. نرجع للنقطه بتاعتي، ليه الرجاله انا شايفهم ان هم دلوقتي بقوا اكتر كائن ضحيه في الكوكب. الرجاله دلوقتي معظمهم مطلوب منهم ستاندردز معينه من الذكور، بمفاهيم الذكور، ان انت ده الذكور، انت لازم تبقى انت راجل، انت لازم تبقى تشيل البيت وانت اللي شايل المسؤوليه وانت مش. انا متفهم ده. زمان الراجل كان هو الهانتر، هو اللي بيروح يصطاد وهو اللي بيجيب الاكل وهو اللي بتاع. ده طبيعي، بس انا بتكلم على نفسيا. في الماكروبيوتكس الطبيعي المتوازن، ان الراجل المتوازن 70% طاقة ذكر و30% طاقة انثى، والست المتوازنة 70% طاقة انثى و30% طاقة ذكر. فكل راجل حتى لو سيدنا محمد اللي هو قمة التوازن، لازم في جواه 30% انثى، طاقة انثى. تمام. والانثى مش قصدي ان يبقى لا مرة لعوبة، مش ده، مش دي الانثى دي حتى الانثى او فكره طاقه الانثى اتشوهت في دماغنا وتربينا ان الانثى لازم تبقى ضعيفه يا اما تبقى شرموطه. ما هو يعني ولا هر هر ولا شر شر، خير الامور الوسط. تمام. فالانثى يعني انتويشن، يعني حدس، يعني إن الواحد يبقى حساس، يعني الواحد يسمع، يعني الواحد يكير، يعني الواحد يغذي، يعني الواحد يبقى مش ضعيف بس حساس، يقدر يبكي. سيدنا محمد كان بيبكي، سيدنا محمد بكى لما ابنه مات. تمام. فاحنا كرجاله احنا اتحرمنا من ال 30% انثى بتاعتنا، ان احنا دلوقتي لازم تبقى الالفا ميل، لازم تبقى الراجل الماتشو ما اعرفش ايه. فالرجاله دلوقتي بقوا لاعبين دور، او اتفرض عليهم دور يلعبوه، ان هو لازم يبقى الراجل الذكر اللي مش عارف ايه بتاع. واتحرموا من ال 30% انثى بتاعتهم، ان هم يقدروا يعبروا عن ضعفهم، ان يقدروا يعبروا عن فاهمين قصدي. فده خلى الراجل بقى يحس ان هو في البيت هو كاره مراته، لان هو حاسس ان يعني انشافي شويه. وطبعا ما ينفعش يقول كده، لان لو اتقال كده انت خبل وانت مش راجل وانت مش عارف ايه وانت عايز تبقى ما انت الست ومش فالامور كلها اتشقلبت. تمام. وعشان كده الرجاله الستريتس اشرمت هزار
بين الرجاله. شوفوا الرجاله لما بيهزروا او ويفتحوا مع بعض بيبقوا شراميط شرموطه، واحده شرموطه بتهزر مع صاحبتها. ده طبيعي، انا شايف ده صحي. هو مش صحي، هو رد فعل استفراغ للكبت اللي هم مكبوتينه ان هو لازم طول الوقت يلعب دور الذكر الناشف، الحجر اللي مش عارف إيه بتاع. فبيوصل لمرحله انا عايز اطلع 30% انثى اللي جوايا، ومفيش اي سكه سليمه او صحيه اقدر اطلعهم فيها، هو اطلعهم مع صاحبي. والمشكله ان حتى ده اتحط عليه تشفير ان ده شاذ وان ده خبل وان ده معرفش ايه. فالرجاله احنا يعني هيفرقعوا. انا قارح، انا بتكلم من قلبي وانا مش هاممني حد، انا واثق في سكورتي وواثق في انوثتي. 70% و 30% ولو مختلفين ما عنديش اي مشكله، انا متقبل نفسي زي ما انا. بس من اللي انا بشوفه حواليا لا، في مشاكل، في مشاكل وفي خلل، والكبت هيولد الفلت، وعشان كده في نسبة الطلاق بتزيد. وعشان كده الرجالة بقت بتتجه ان هو احنا مش عايزين ستات خلاص، انه خلاص يعني لعب دور الذكوره جامد قوي لدرجه ان الفيوز اتحرق. فخلاص انا عايز اطلع انوثتي، انا عايز وزي ما بقول الانوثه مش شرمطه، الانوثه انه يطلع الجزء السوفت اللي جواه، انه يقدر يعيط، يقدر يبقى حنين، يقدر يبقى ضعيف، يقدر يعبر عن ان انا مش قادر، انا انا بني ادم. ف ده قصدي انه لازم نعيد تعريف الذكورة، ونعيد تعريف الأنوثة، ونعيد تعريف العلاقات، ونعيد ونبقى واعيين بالأدوار اللي بتتفرض علينا والأدوار اللي بنفرضها على اللي قدامنا في نفس الوقت. تمام، وكل واحد يقعد مع نفسه يشوف، يكتشف ذكورته ويكتشف انوثته، والستات يكتشفوا انوثتهم ويكتشفوا جزء ال 30% ذكر اللي جواهم. الراجل مش طول الوقت عايز يقعد مع الست اللي سنتوحه المنتوحه اللي سي السيد، برضه عايز يحس ان انتوا فاهمين ان انتوا متجوزين وانتوا عارفين ايه بينكم وبين بعض ايه اللي بيحصل. فاتمنى الفيديوهات اللي انا بعملها دي بس تنور، وان شاء الله شمعة قد كده، ان الواحد بس يراجع نفسه انه يمكن في حاجة غلط. فاهمين قصدي؟